جورج إبراهيم عبد الله، لأنهم يعتبروا أن النضال في تونس من أجل حق في الشغل غير منفصل عن النضال من أجل الكرامة الوطنية، من أجل النضال ضد الإمبريالية وضد الصهيونية. اليوم احنا مجتمعين أمام مقر السفارة الفرنسية اللي هو تاريخ الثورة الفرنسية ضد الاضطهاد وضد الإقطاع وضد عملاء وضد الكنيسة ورجال الدين. اليوم نشوفوا اللي البرجوازية الفرنسية على امتداد التاريخ منذ قيام تلك الثورة خانوا مبادئها وخانوا قيمها في الحرية والمساواة والأخوة بين الشعوب. اليوم الإمبريالية الفرنسية هي المساند الأول والمتحمس للصهيونية في جرائمها التي تتواصل ضد الشعب الفلسطيني في غزة وعلى كل أرض فلسطين. الإمبريالية الفرنسية اليوم اللي مستدعية ممثلي الأحزاب السياسية والحكومة التونسية في مقر إقامة السفير. احنا اليوم ضد كل من يحضر في مقر إقامة السفير الفرنسي ممثل الإمبريالية الفرنسية، وضد كل من يحضر في مقرات السفارات الأجنبية في تونس، لأننا نعتبر أن ثورتنا في تونس هي ثورة ضد التبعية وضد الهيمنة الإمبريالية. نحن ثرنا في تونس ضد الاستعمار ونرفض أي تدخل أجنبي في شؤوننا، لأننا نناضل من أجل سيادتنا الوطنية وسيادتنا الشعبية. وكل من يحضر في هذه السفارات وكل من يستقبل بالأجنبي هو لا يمثل الشعب التونسي. الشعب التونسي تمثلوه أنتم أبناء الدغباجي، أنتم أحفاد الدغباجي اللي أعتمدتوا السلطات الاستعمارية الفرنسية. الفلاقة خلوصية لا تراجع على القضية. الفلاقة خلوصية لا تراجع على القضية. في تونس أنتم أحفاد فرحات حشاد، أنتم أحفاد محمد علي الحامي، أنتم أحفاد وإخوان الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي اللي المخابرات الأجنبية مع عملائهم في الداخل قامت بإعدامهم واغتيالهم. احنا اليوم هنا مرة أخرى نجدد موقفنا الواضح والجلي. نحن أبناء شعب تونس الحر، لا استعمار لا فرنسي ولا أمريكي ولا لقطر. نحن أحرار على بلادنا على أرض بلادنا، وسنناضل بكل قوة من أجل حقنا.